وزج به في الأنوار، وتدلى الرفرف المسمى بحجاب النور المذكور في الرواية فغشيته سحابة غيبته عن الأبصار، ورفعت عنه صلى الله عليه وسلم هناك الأستار، ولو دعت عنده هنالك الأسرار، وكشف عنه صلى الله عليه وسلم اللثام، فرأى صلى الله عليه وسلم بعين بصره وبصيرته ربه ومولاه، وخاطبه وأسمعه كلامه القديم، وحياه ومنحه قربه ودنوه وولاه، وأتحفه وأسعفه وصافاه، وأناله ما لا ينال ولا يرام. وحين رأى صلى الله عليه وسلم ربه خر له ساجدا، وكلمه ربه وعند ذلك وقال له يا محمد، قال صلى الله عليه وسلم لبيك ربنا وسيدا. قال سل. قال صلى الله عليه وسلم إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما مشيدا، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما مؤيدا، وألنت له الحديد وسخرت له الجبال والأكام، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين، وسخرت له الرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده في العالمين، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده في العالمين، وأعطيت عيسى التوراة والإنجيل الجامعين للحكمة والدين، وجعلته يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذنك كما في كتابك المبين، وأعذته وأمه من الشيطان الموسوم بالارتجام. فقال سبحانه إني اتخذتك حبيبا وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك. لا أذكر إلا إلا ذكرت معي تنويها بشانك وتشهيرا، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس أمة وسطا تعديلا لهم وتخييرا، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي، وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك بنشاط واجتهاد. في رواية وعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة وخواتيم سورة البقرة وفيها التخفيف، وزاد فيها لتمام الإنجار والإسعاد، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أي الكبائر العظام. ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من مناجاة ربه وأذن له في الهبوط مع غاية الخطوة والسرور، وصل صلى الله عليه وسلم إلى المحل الذي غشيته فيه الصحابة أولا المسمى بالرفرف الأخضر وبحجاب النور، أخذ جبريل بيده صلى الله عليه وسلم فانصرف سريعا بلا توان ولا فتور، فأتى صلى الله عليه وسلم على إبراهيم فلم يقل شيئا ولم يسأل ما حصل من الأمور. ثم أتى صلى الله عليه وسلم على موسى قال ونعم الصاحب كان لكم معاشر أهل الإسلام، فقال ما صنعت يا محمد، ما فرض ربك عليك وعلى أمتك يا محمد يا ممجد. قال صلى الله عليه وسلم 50 صلاة كل يوم وليلة تفعل ولا تجحد. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف في هذا الأمر المشدد، فإن أمتك لا تطيق ذلك على الدوام، فإني خبرت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة على أدنى من ذلك فضعفوا وتركوه وهو قليل، وأمتك أضعف أجسادا وأبدانا وقلوبا وأبصارا وأسماعا فلا يستطيعون سلوك هذا السبيل. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستشير جبريل فأشار إليه نعم إن شئت، فرجع صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الشجرة فيه اهتمام فغشيته السحابة وخر ساجدا، وقال صلى الله عليه وسلم ربي خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم. قال وضعت عنهم 5 ثم أنجلت السحابة، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال وضع عني 5 في كل إصباح وأمساه. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك رأسا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرجع بين موسى وبين ربه
يحط عنه خمسا وخمسا حتى قال يا محمد قال صلى الله عليه وسلم لبيك يا ذا الجلال والإكرام. قال تعالى هن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة لا يبدل القول لدي ولا ينسخ كتابي للقيام والحشر. هنصلي ونكمل الايه؟ عشان يلا يا شيخ.